يا جماعة الفيلم اللي أنا اتفرجت عليه ده فيلم ممتع بطريقة رهيبة. الواحد استمتع على مدار الساعة ونص كده، والفيلم ده حوار كبير جدا يعني. أنا ما كنتش متخيل إن الفيلم ده هيعجبني بالشكل ده. فيلم بسيط جدا، الفيلم ده لو لسه ما حدش يتفرج عليه لازم يروح يتفرج عليه. فيلم هتستمتع بيه بطريقة رهيبة. الفيلم بيحكي عن 4 قصص عبارة عن 4 مشاهد، كل مشهد مش بيتعدى من التلت ساعة والنص ساعة، بس حرفيا كل مشهد أنت هتستمتع بيه. كل قصة في الفيلم ده هي حلوة جدا، 4 قصص جمال بطريقة رهيبة جدا. فكرة ان المخرجة نهى عادل مخرجة الفيلم ده، ان هي بتراهن على حاجة صعبة جدا، فكرة ان احنا بخلي المشاهد ما يحسش بملل. فكرة ان انا مكان وان لوكيشن وناس قاعدة بتتكلم، وان انت تبقى مستمتع ومفيش ملل، ده كان بالنسبة لي رهان صعب جدا، وهي بصراحة قدرت تكسب الرهان ده. وانا هنا كلامي على فيلم دخل الربيع يضحك، واحد من احلى الافلام الروائية الطويلة اللي استمتعت بيها اخر فترة. الفيلم ده بصراحة من وقت ما هو كان الناس بتتكلم عنه، ان في ناس اتفرجت على الفيلم ده والفيلم ده شكله هيطلع حلو، ونزل سينما وبعد كده نزل بقى متاح اونلاين. انا بصراحة قلت لازم اتفرج على الفيلم ده. صعوبة اصلا الفيلم ان انت بتحاول تخلي المشاهد في ان انت في كل قصة ومشهد واحد بتخليه كده اللي هو انا منجذب للقصة ومستمتع بالحوار اللي بيحصل. الحوار حلو جدا وممتع وما فيهوش اي لحظة ملل. وفكرة ان انت كده كمشاهد اول ما تتفرج على كل قصة كده بتقول يا جماعه ايه اللي بيحصل ده؟ ما انتوا كبرتوا الموضوع يا جماعه، صلوا على النبي كده يعني، استهدوا بالله. لو انت عارفين احساسك كمشاهد انت هتقول للجماعه ده ايه يا جماعه، مش مستاهله يعني. بصراحة الفيلم أنا استمتعت بيه جدا، إخراجيا كان ممتاز جدا من المخرجة نهى عادل. وبالنسبة لي القصة الأولى والثالثة هي حوار، هم أحلى حاجة في الفيلم، هتستمتع بيهم جدا جدا. وبصراحة اللي هو أنت قاعد مستمتع كده في حوار بيحصل وناس بسيطة. يعني أنا هفاجئك إن الناس دي أول مرة تمثل، يعني كل الممثلين في الفيلم ده أنت مش هتعرف أي حد فيهم، ده أول مرة يمثلوا. يعني دي يمكن بالنسبة لي واحدة من أحلى حاجات الفيلم، إن أنت جايب ناس اول مره تظهر وتحسها كده متصدقه وناس حقيقيه وطبيعيه والمشاهد واقعيه. يعني هتحس ان في زعيق وناس بتتكلم كل واحد داخل في بق التاني، فمش فاهم الحوار بيدور على ايه وانت مش فاهم حاجه، وصداع، بس انت هتستمتع لان المشاهد دي هي واقعيه جدا. فكره ان انت بتقعد في قاعده وده بيتكلم وده بيتكلم وده بيتكلم، مفيش يعني حس كده اللي هو تناسق ان انا ده هاخد اتكلم شويه وده اتكلم شويه، لا دي هي الواقعيه. ومن اكتر الحاجات اللي عجبتني في الفيلم بصراحه الاغاني كانت مستخدمه في الفيلم بصراحه حلوه جدا، ومدي اجواء وفايبس للفيلم بصراحه حلوه جدا. فلو انت اتفرجت على الفيلم ما تنساش تقول لي رايك في الكومنت، هل الفيلم ده عجبك ولا لا؟ ولو انت لسه ما اتفرجتش عليه روح اتفرج على الفيلم ده على ضمانتي. ولو عايز تشوفني تاني ما تنساش تعمل لي فولو. ويلا سلام.